هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون حلو وتكونوا في احسن حال. فيديو النهارده منتجات فاضيه خلصتها على الاخر، هقول لكم رايي فيها وهرميها بعد الفيديو على طول. فمن غير رغي كتير روحوا هاتوا حاجه تشربوها عشان الفيديو ممكن يبقى طويل شويه عليكم، وعشان بس ما تملوش. وقبل ما نبتدي الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انتوا جداد، وتعملوا لايكات وكومنتات كتير وتشجعوني. وخلينا نبتدي الفيديو من غير رغي كتير. اول حاجه معانا وهو السان سكرين ده من انفينيتي، اللي هو اللوشن ده اللي هو فيه SPF 50 بلس 50، وكمان بيحمي من اشعه الشمس اليو في اي واليو في بي. بصوا، هو بصراحه انا استخدمته هي مره او مرتين كده بالكتير، وما حسيتوش خالص على بشرتي. هو المفروض ان هو اصلا لوشن يعني خفيف، يعني مناسب للبشره المختلطه والبشره الدهنيه، لكن انا معايا بصراحه ما حبيتوش خالص خالص خالص. بحس ان هو بيزيت او بيدهنن كده البشره شويه لما بتتعرضي للشمس، تحس ان انتي بتبقي معرقه قوي. بصراحه انا ما حبيتوش، يعني ما ارتحتش عليه خالص. فانا بالنسبه لي كان مناسب جدا قوي مع ماما، فهي بالنسبه لها كان كويس جدا، لكن انا بالنسبه لي لا خالص، ومستحيل ان انا اجيبه، يعني حتى ما اعملوش حتى ريستوك او اديله فرصه تانية، لا خالص. انا بصراحه ما عجبنيش خالص السان سكرين بتاع انفينيتي، مع ان عايزه اقول لكم اصلا السان سكرين بتاع انفينيتي من الحاجات اللي هي سعرها كويس جدا، وكمان هي شركه مصريه وكويسه، بس انا بصراحه ده ما عجبنيش، وده بيبقى شكله يا بنات لو حد عايز ياخده سكرين شوت. اللي بعد كده الشامبو ده من ايفا اللي هو الهير كلينيك. اللاين ده يا جماعه اللي هو المفروض مخصص للشعر الكيرلي، ده اللي هو لاين فيه زبده الشيا وبذور الكتان. الشامبو ده عايزه اقول لكم ان هو حلو قوي قوي قوي، بينضف فروه الراس حلو جدا من غير ما ينشفها، بيسيبها مترطبه، وكمان لو عندك بيلد اب او تراكمات في فروه الراس بينضفها حلوه قوي قوي قوي. عامه اللاين كله بتاع ايفا، مش اللاين ده بالاخص، يعني عامه كل منتجات ايفا حلوه جدا جدا، بالاخص كمان بتوع الشعر حلوين قوي قوي. انا مجربه من عندهم كذا حاجه. حاجات ايفا يا جماعه من الحاجات المصريه اللي سعرها كمان كويس قوي، واي حد يقدر يشتريها، لان سعرهم بيتراوح من تحت ال100 لحد مثلا ال150، اقصى حاجه ممكن تلاقوها رينج ال200. فهو بجد حلو قوي، وكمان هو فيه زبده شيا، فهو بيرطب فروه الراس حلو قوي قوي قوي، وكمان فيه فيتامين اي وفيه بنسينول، وكمان فيه جوجوبا اويل، فهو بصراحه بيرطب فروه الراس حلو قوي وبيسيبها مترطبه. عارفين احساس كده اما تغسلوا شعركم وتلاقوا شعركم فريش قوي كده وريحته حلوه، وتحسوا كده ان الشعرايه فلافي مش ملزقه على بعض والكلام ده؟ هو بالظبط اللي بيعمله. بجد الشامبو ده حلو جدا. بصراحه مش فاكره سعره، بس كنت اخر مره تقريبا يعني انا كنت جايباه في رينج ال 120 او 130 جنيه. الديودرنت ده من دراكون اللي هو البينك بابل، اللي هو ده يا بنات ده شكله. في بنات كتير قوي متفق عليه ان هو كويس وبيخليكي تعرقي بس في ريحه كويسه، مش بيسد المسام بتاعت اللي هو منطقه الاندر ارم عامه، مش بيعمل اي حاجه، وكويس مناسب في الصيف. بس انا كساندي بالنسبه لي انا عشان بتحرك كتير وبنزل من الصبح وبرجع بالليل، فده حمايته بالنسبه لي مش ألذ حاجه. هو بالكتير قوي هو حوالي 3 4 ساعات بالكتير قوي، لكن لو انت بتقعدي اكتر من 3 4 ساعات بره البيت فانت محتاجه حاجه اقوى، يا اما تجيبيه وتعملي ريبلاي كل شويه عليه. فده بالنسبه لي حمايته قليله جدا، ومكتوب عليه حمايته ان هو بيحمي 48 ساعه، بس لا، مفيش الكلام ده خالص. هو مش بيحمي 48 ساعه. هو بصراحه ريحته حلوه، وتحس ان هي ريحه اللي هو البناويت قوي، اللي هم بتبقى ريحتهم حلوه قوي لسه طالعين من الشاور، ريحته بجد خطيره. بينك بابل بتاعته حلوه قوي. وكمان هو ناس كتير قوي بيقولوا عليه ان هو بيفتح، بس بصراحه يا جماعه انا حاسه ان هو ما بيفتحش وما بيعملش اي حاجه. فده بالنسبه لي هو حلو، ممكن اجيبه تاني، بس لو حته ان انا هقعد اعمل له ريبلاي عليه كل شويه، اللي هو اجدده كل شويه، كل ما احس نفسي ان انا خلاص بقيت عرقانه اوفر، ممكن ادخل مثلا التويليت واغسل المنطقه وانشفها واحط ديودرنت، يا اما ادور على ديودرنت يبقى قوي في الحمايه بتاعته. بس ده بالنسبه لي هو حاجه على قد سعره، هو بيديكي نتيجه على قد سعره. سعره كنت اخر مره كنت جايباه كان ب 95 جنيه او ب 90 جنيه، كان في الرينج ده. اللي بعد كده انا مش عارفه كلمتكم على الوايبس دي ولا لا، ولكن هكلمكم عليها تاني لو انا كنت اتكلمت عليها اولاني. الوايبس دي يا جماعه دي بتاعه الشوزات، وفي ناس بتعمل بيها الشنط، بس انا بصراحه لا، حاساها هي بتاعه شوزات. الشوزات البيضاء والسوداء هي عباره عن وايبس مناديل عادي بتاخديها وبتبداي تنضفي بيها الشوزه من التراب والبهدله اللي بتبقى فيها، بدل ما نغسلها لا احنا بنمسحها بالوايبس. بصراحه
كانها بالظبط لسه مغسوله ولسه جديده حالا. بجد الوايبس دي من احلى والذ الحاجات اللي ممكن تجيبوها في حياتكم، حلوه قوي 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 وعمليه جدا. تحطيها في الشنطه لو جزمتك اتبهدلت او اي حاجه، بتاخدي منديل وتمسحي بيها، وهي حلوه جدا جدا في التنظيف. وده بيبقى شكلها كده يا بنات. هي بصراحه حلوه قوي قوي في التنظيف، بالنسبه لي كانت عمليه جدا وتستاهل بصراحه ان هي تتجاب. وسعرها تلاقوه في حاجه و30 او حاجه و20. هي سعرها اصلا مش مكمل ال50 جنيه، بصراحه حلوه قوي. وكمان فيها 20 منديل، فدي برده هو كويس جدا. اللي بعد كده الشاور جيل ده من تيلو فيل، اللي هو بريحه الجاسمين بارادايس. اللي الناس اللي بتحب ريحه الفل هتحبوا الريحه دي قوي. ريحه الفل والياسمين، ريحه الورد عامه، هتحب الريحه دي لو انت من الناس او من عشاق ريحه الفل والياسمين والحاجات دي. بصراحه هو تحفه. تنظيفه للجسم حلو قوي قوي قوي. حجمه كبير، بيقعد معانا وقت طويل قوي. حجمه 500 مللي. كمان هو فيه فيتامين سي اللي هو بيساعد في توحيد لون البشره، بس هو مش بيساعد في توحيد لون بشره الجسم خالص. هو كاعتماده بكتير قوي ان انت تغسلي بيه جسمك وخلاص، شكرا على كده. ريحته حلوه قوي، بتقعد من 3 ل4 ساعات بالكتير قوي، يعني ما تزيدش عن كده خالص. ريحته فريش وحلوه، مناسبه جدا للصيف. سعره كمان كويس جدا، سعره هتلاقوه ب100 وشويه، سعره لذيذ. حجمه كمان كويس قوي زي ما قلت لكم. وعيبه بس الوحيد ان البامب بتاعته مش بتنزل كتير قوي. يعني بحس لو انت من الناس اللي مالكيش استعمالات كتير قوي للفازلين زي حالاتي، ما تروحيش تجيبي الحجم الكبير. لان الحجم الكبير يا جماعه انا جبته لان هو كان عليه عرض. كل ده حرفيا كان ب100 جنيه، كان عليه عرض. وندمت بصراحه ان انا جبته. ليه يا جماعه؟ انا ماليش استعمالات كتير قوي في الفازلين. انا اخري في الفازلين ان انا ارطب بيه شفايفي وشكرا على كده، ما بستعملش اكتر من كده حرفيا. في ناس بتستعمله بقى في حاجات تانية، بس انا بصراحه مش بستعمله. عشان كده انا بدات اجيب السايز الصغير. فده بالنسبه لي الفازلين، لا انا اجيب الحجم الصغير ما اجيبش الحجم الكبير. بالنسبه لي جماعه الفازلين انا عارفه ان هو مقاطعه، عشان الناس اللي هتقعد تكتب لي في الكومنتات ان هو مقاطعه، انا عارفه ان هو مقاطعه، لكن ده انا جايباه يا جماعه من قبل المقاطعه. ده عايش معايا سنين حرفيا. وكمان الفازلين اكتر حاجه بتجيب معايا نتيجه في الشتاء او الصيف. انا عايزه اقول لكم في الشتاء او في الصيف شفايفي بتبقى ناشفه بطريقه مش طبيعيه. يعني انا معرفش ايه السبب بالدرجه دي، بس حرفيا شفايفي بتنشف بطريقه كده مش طبيعيه. فانسب حاجه ليا معايا هي الفازلين. بس هو كالسايز صغير احلى بكتير، بحطه معايا في الشنطه في حته. لكن ده حجمه كبير جدا. فانت لو استعملاتك حاجه خفيفه جدا مع الفازلين، زي مثلا بترطبي شفايفك، هاتي السايز الصغير. استعمالاتك كتير، هاتي الحجم الكبير. بس انا للاسف مش هجيبه لان هو خلاص انتهى الصلاحيه، ومش هجيب الحجم الكبير تاني. اللي بعد كده المايسلر ووتر من ستارفل، اللي هي لونها ازرق او الاخضر على حسب بقى ما انتم ما بتشوفوه. هي بصراحه حلوه جدا جدا، وكمان متوفره في كل المحلات. في منها 2 سايز، السايز ده ال200 مللي، وفي السايز اللي هو ال100 مللي. بصراحه هي حلوه وبتشيل الميك اب وكل حاجه، لكن لو عينك حساسه قوي زي حالاتي ما تجيبهاش ناحيه عينك بجد. مش هتعرفي تطلعي بيها الميك اب بتاع العين، لان هي بجد بتحسس العين بطريقه كده مش طبيعيه. وبصراحه بتحرقني قوي قوي قوي. فانا بالنسبه لي انا دي ما اقدرش اجيبها تاني. حاليا انا بقيت استخدم بتاعه تيلو فات، وقربت شبه اصلا اخلصها. هي حلوه جدا ومش بتحرق العين. فانا دي بالنسبه لي انا مستحيل اجيبها تاني، وبصراحه لا ما تستاهلش. لو انت عينك مش حساسه هاتيها. في منها بقى الستارف اللي هو الوايتنج، انا دي بصراحه ما جربتهاش، بس بفكر اجيبها لكم هي وبتاعه شان. معمول على بتاعه شان ضجه كبيره قوي 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 قوي. فبفكر اجيبها لكم الفتره الجايه. حاسه ان انا اتراكم عليها حاجات كتير قوي اجيبها. فدي بالنسبه لي كان سعرها ب100 وشويه، بس انا بصراحه مش هجيبها تاني بصراحه. اللي بعد كده واكتر حاجه كانت بتعالج معايا في الصيف المسام الواسعه والبثور السوداء والبيضة، سواء اللي في الدقن او في المناخير، وهو السيرم ده من ديرماتين اللي هو السالسيليك اسيد يا بنات. تحفة تحفة تحفة. حجمه 30 مللي. في سالسيليك اسيد 2% وهايلورونيك اسيد 1%. حلو قوي 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 بجد. كنت بستخدمه اول ما جبته مره واحده في الاسبوع، يوم واحد بس في الاسبوع، بالليل على بشره نظيفه. بعد ما بغسل بشرتي بحط هي بامب واحده يا دوبك، كانت على المناخير وعلى المسام وعلى الدقن.
يا دوبك كان بتكفي وحلو جدا. قعد معايا حوالي شهرين وشويه، وبعدين واحده واحده بدات ازود منه، يعني بقيت استخدمه يومين في الاسبوع. بصراحه فرق جدا مع ملمس الوش، وقلل جدا جدا مع الروتين، قلل من البثور السوداء والبثور البيضاء. فده بالنسبه لي من الحاجات الاكيد اكيد ان انا هعمل لها ريستوك تاني. بصراحه حلو قوي ان انت تدخليه في الروتين بتاعك، حلو قوي. ماده الساليسيليك اسيد يعتبر ماده من المقشرات اللي هي المقشرات الخفيفه اللي بتدخل بين المسام وتدوب الدهون وتدوب اللي هي الرؤوس السوداء والبيضاء والحاجات دي. فده بالنسبه لي من الحاجات اللي هي حلوه قوي قوي قوي. وكمان عايزه اقول لكم ان هو سعره ما بين ال 220 لل 250، مش بيزيد عن كده. اللي بعد كده من اكتر انواع البلسم اللي انا حبيتها، وهو البلسم بتاع كلاري يا جماعه، تحفه. عارفين لما تستخدموا بلسم وتحسوا ان شعركم بقى سلس واللي هو فلافي، وعارفين تسلكوه وناعم؟ بصراحه 5 دقايق بالظبط منه تحفه، بيخلي الشعر في حته تانية، بيسلك الشعر حلو قوي، وبيسيبه مترطب حلو جدا جدا جدا، مش بيبهدل الشعر خالص. في انواع بلسم كده تحس ان هو بتدي ترطيب مؤقت، لكن ده ترطيبه دايم. بصراحه حلو قوي ويستاهل ال 250 تقريبا، كان سعره ب 250 او في الرينج ده. كان حلو قوي 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 بجد، يستاهل. انا مش ببالغ فيه، بس هو بصراحه حلو جدا جدا. بيخلي الشعر حلو قوي. ممكن كمان يغنيكي خالص ان انت تستخدمي هير ماسك، بس انا بصراحه كساندي انا بحب ازود خطوه الهير ماسك، لان هي بتفرق جدا جدا في شعري. انا عشان كشعري كيرلي فانا بحب قوي استخدم هير ماسك كزياده ترطيب. لكن بالنسبه للبلسم ده بصراحه حلو قوي، وبصراحه ارشحه جدا لكل الناس اللي شعرها هايش ومتدمر ومتبهدل خالص من الحراره والبروتين والفرد والكلام ده. هاتي البلسم ده بجد بجد هيفرق معاكي 180 درجه. اللي بعد كده بقى الهير ماسك ده بتاع كلاري يا جماعه. قد ايه اصلا اللاين بتاع كلاري كله ريحته حلوه وبتخلي ريحه الشعر ريفريش، ده غير الترطيب بتاعه. بصراحه من احلى والذ الهير ماسك اللي انا جبته. سعره تقريبا، سعره كان مكتوب هنا، المفروض ان هو كان ب 360 جنيه، لكن انا كنت جايباه في عرض ب 290 او كان 300 جنيه، كان في الرينج ده. كان حلو قوي، من احلى والذ الهير ماسك اللي انا جربته. بصوا يا جماعه انا مخلصه العلبه على اخرها زي ما انتم شايفين. بصوا استنوا يعني بجد، هو الهير ماسك ده حرفيا يتاكل اكل من كتر حلاوته، ومن كتر كمان ريحته ان هي حلوه قوي. بصوا مخلصاه، ريحته يا جماعه ريحته حلوه قوي، تحس انه ريحه نظافه. من الحاجات بصراحه اللي انا هرجع اعمل لها ريستوك، لان هو بصراحه حلو قوي، بيخلي الشعر سموز وناعم قوي ومترطب زياده عن اللزوم. شعرك بيفضل مترطب من 5 ل7 ايام، بيقلل من الهيشان جدا، بيسلك الشعر حلو جدا. طريقه استخدامي للهير ماسك، اي نوع هير ماسك، وابدا ابخ على شعري، اخليه مندي، ما بينقطش ميه، اخليه مندي يعني اللي هو فيه مبلبل شويه صغيرين، وابدا بقى اقسم شعري سيكشن سيكشن، وابدا احط الهير ماسك كويس جدا، واركز اكتر على الاطراف بتاعه الشعر، لان الاطراف عندي بتبقى هشه جدا ومتبهدله، وبصوا حرفيا بتبقى فاقده كل الترطيب. فدي اكتر طريقه مناسبه جدا للهير ماسك ومناسبه معايا. اللي بعد كده السان سكرين ده من دراكون، اللي هو الدراي تاتش، اللي هو فيه SPF بلس 50، وبيحمي من اشعه الشمس UVA والUVB. جماعه هو حلو جدا، وكمان مناسب للبشره المختلطه والبشره الدهنيه. بس انا كنت بلاحظ ان بشرتي اول ما بطلع بحس ان هي بتاكسد. لما بحطه بتاكسد، دي تحسي ان هو في حاجه على وشك، بس لما بترجعي البيت وتغسلي وشك تحسي ان هي بتروح، دي اسمها اكسده البشره. فده بالنسبه لي هو كويس، ولكن بحس ان بشرتي بتاكسد معاه، معرفش ليه. بس هو كحمايه كان لذيذ جدا. كان بيعرق البشره حاجات بسيطه، بس مش لدرجه ان هو يعرقها قوي تبقى عامله اللي هو زي الميه كده، لا بيعرقها حاجات بسيطه. حتى كمان لما كنت بحطه يا جماعه على جسمي كان بيعرق جسمي بطريقه كده مش طبيعيه، لكن على البشره حاجات بسيطه. لو انت بتستخدميه ومناسب معاكي كملي عليه، لكن انا بقولك تجربتي بصراحه. انا بقيت استخدم بتاع بوبي يا جماعه، تحفه. بصوا غير اي سون سكرين انا جربته، بصراحه من احلى والذ انواع السون سكرين اللي انا جربتها. بصراحه ده انا مش هرجع اشتريه تاني، لان هو بيخلي بشرتي معرقه كده، وانا ما بحبش خالص حته البشره مش بيديها جلو، بيخليها معرقه. في فرق ما بين لمعه البشره اللي هي بتبقى جلو،
وما بين ان انتي بشرتك بقت معرقه، يعني في فرق، تحسي ان انتي بشرتك مزيته او معرقه او مميميه كده. بصراحه ما بيعجبنيش خالص. وده كان سعره، كنت جايباه اصلا مع الديودرنت بتاعه، كنت جايبه الاتنين مع بعض ب 130، كان عرض كده غريب بصراحه. فقلت اجيبه، بس هو بصراحه انا بالنسبه لي ما كانش مناسب معايا خالص. اللي بعد كده المرطب ده من تيلوفيل، اللي هو الوايتنج، اللي هو المفروض بيفتح البشره. جماعه المرطب ده حلو جدا جدا جدا، فيه هايلورونيك اسيد وكمان انتي اوكسيدنت. هو بصراحه حلو قوي قوي قوي. بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ان انا مخلصاه على اخر تنتوفه. بصوا، مخلصاه على الاخر. بصراحه ده من المرطبات الحلوه جدا المناسبه كمان في الصيف، مش بيعرق البشره، بيخلي البشره مترطبه وحلو وخفيف، والبشره كمان بتتشربه بسرعه. سعره هتلاقوه ب 200 وشويه، هتلاقوه نفس الرينج بتاع جلامي لاب، هتلاقوه نفس الرينج، حتى كمان هتلاقوه نفس الباكج. فانا ده بصراحه انا اكيد هرجع اشتريه تاني، بس انا كساندي بحب انوع كتير قوي في المرطبات، واستخدم حاجات رخيصه وحاجات غاليه، واعرف ايه الحلو وايه الوحش. فده بالنسبه لي حلو قوي قوي ومناسب معايا جدا في الصيف مش الشتاء. عايزين تجيبوا مناديل ميك اب حلوه، مش بتفرول ومش بتوبر ولا بتعمل اي حاجه، عليكوا على المناديل بتاعه وايت يا جماعه، اللي هي ده شكلها، ده بيبقى شكل الكيس. سعرها بتبقى 45 جنيه، فيها 80 منديل. انا سايبه لكم منديل فيه عشان اوريكم قد ايه هي ناعمه. بصوا المنديل بتاعها عامل ازاي، ناعم جدا جدا جدا، مش بيفرول ولا بيعمل اي حاجه، بالعكس بصوا حرفيا تحفه. غير اخر نوع منديل انا جبته كان حرفيا وحش قوي قوي، بتفرول وخشنه، لكن دي ناعمه جدا، من احسن بجد انواع المناديل بتاعه الميك اب، حلوه قوي. سعرها ب 45 جنيه وفيها 80 منديل. رجليكي مشققه ومتبهدله وعايزه ترطبيها، ومع الاستمرار تبقى رجلك مترطبه وبتلمع وزي البيبي بالظبط، عليكي وعلى المرطب بتاع ايفا اللي هو بتاع الرجلين، اللي هو ده اللي هو بريحه الباشون يا جماعه، تحفه. قوامه تقيل جدا جدا، يا رب بس الاقي منه تنتوفه صغننه حتى، في تنتوفه صغننه اهي اوريكم بس القوام بتاعه بيبقى عامل ازاي. بصوا القوام تقيل قوي قوي قوي. بحب احط كميه كبيره قوي على كعب الرجل وافضل سايباها كده في الهواء، او البس الشراب اللي هو السيليكون، ده بيساعد امتصاص الكريم، بيبقى اسرع. بصوا يا جماعه الترطيب بتاعه تقيل جدا جدا جدا، بصوا، وبيدي جلو حلو قوي للبشره. بصوا هو بياخد وقت بس في الامتصاص عشان هو قوامه تقيل جدا، بس ترطيبه للرجلين حلو قوي، وكمان ريحه الباشن بتاعتهم خطيره. فده بالنسبه لي من احسن والذ الحاجات بجد اللي بتخلي الرجلين حلو قوي. اللي بعد كده الاي كونتور ده من ستارفيل، اللي هو الوايتنج، اللي هو بيبقى زي القوام الجل كده، هتحس انه قوامه ان هو كريمي، لكن هو اللي تحت العين بتتشربه حرفيا بسرعه. جماعه انا ده سبته فتره ونسيته، يعني دي اخره ان انا اسيب منتجات تبقى مركونه عندي. هوريكم بقى هو بقى عامل ازاي. حرفيا هو حرفيا بقى وحش قوي. بصوا انا حطيت لكم كتير بقى، بصوا فرول، بصوا عامل ازاي مفرول، مش على يعني مش قوام اللي هو الحلو، انتهى الصلاحيه خلاص. فيا جماعه لما تجيبوا حاجه يا ريت تخلصوها على الاخر، عشان بجد خساره، خساره كبيره بجد ان انتوا تسيبوا منتجات وتروحوا تجيبوا منتجات جديده فتنسوا الحاجات القديمه اللي عندكم وهكذا. بصوا يا جماعه، بصوا بجد في فروله، لو ركزتوا كده هتلاقوا في فروله كتير جدا. بصوا ممكن الناس ما تكونش ملاحظه في الكاميرا، ولكن بجد هو على الطبيعه سايب فروله بطريقه كده مش طبيعيه. يعني بصوا هتلاقوا هنا كده في حته فروله اهي، شايفينها الحته دي بتبقى فروله. معرفش بقى ده هل سببه مثلا ان هو انتهى الصلاحيه ولا علشان اتركن كتير، انا حتى كمان معرفش هما كاتبين فين انتهاء الصلاحيه بتاعهم. لكن بقى لو هنتكلم على مميزاته، هو بيرطب تحت العين حلو قوي، بتاخدي منه بامب واحده كده قد حبه البسله بالظبط. بالنسبه لي من الحاجات الحلوه جدا، كان سعره ب100 وشويه، كان حلو قوي، وكمان بيهدي من الانتفاخات اللي تحت العين، وكمان بيفتح شويه صغننين من الهالات السوداء. لو انت بقى من الناس بقى اللي بتعاني من الهالات السوداء والحاجات دي، فده من الحاجات الكويسه جدا. زي ما انتوا شفتوه هو لونه بيج، عامه انتوا حتى لو جبتوه ما تستغربوش ولا تتخضوا من اللون، لان انا اول ما جبته انا كنت فاكراه لونه ابيض عادي، ولكن هو طبيعه لونها بيج
مش اصفر ولا بيج غامق، هو بيج فاتح عادي جدا جدا. هوريه لكم تاني برضو عشان لو حد هيجيبه. بصوا ده بتبقى درجه اللون، بصوا البيج اللي هي بتبقى فاتحه، شايفين بتبقى عامله ازاي عشان بس ما تتخضوش من اللون. ده بتبقى طبيعه اللون بتاع. اللي بعد كده اللي كتير قوي بتكلم عليها وهي الباتشات دي بتاعه الحبوب. دي بتبقى عباره عن باتشات، بتبقى ده بيبقى شكلها بس لما تجيبوها يبقى اقفلوها كويس عشان بيدخل لها تراب. ده بصوا بيبقى، بصوا شايفين بيبقى شكلها كده، بيبقى فيها 24 لزقه باحجام مختلفه. سعرها بيبقى ب 25 جنيه او ب 35 جنيه. هتلاقوها في الصيدليه وهتلاقوها في المحلات عامه. دي فايدتها ايه بقى؟ دي فايدتها ان انت بتحطي الباتش دي على الحبايه، زي مثلا الحبايه اللي عندي دي، بس انا للاسف مش حاطه عليها. دي اولا بتحمي الحبايه من العوامل الخارجيه وان ما يجيش عليها ميكروبات. وكمان لو الحبايه مليانه او اللي هي حبايه كبيره وجواها ماده، لما تحطي عليها الباتشايه دي بتسحب كل الماده اللي في الحبايه. فبالنسبه لي من احسن والذ الحاجات بصراحه اللي بتهدي الحبايه ومش بتسيب اثرها خالص. بتشيل الحبايه اول ما بيعدي عليها 24 ساعه، بتشيل الحبايه وبتشيل اثرها وبتشيل كل حاجه. اللي بعد كده السان سكرين ده من بوبي، اللي بالنسبه لي التوب فعلا في كل انواع السان سكرين اللي انا جربتها. حلوه قوي قوي قوي. انا عايزه اوريكم بس القوام بتاعه، يا رب بس يكون فيه تنتوفه حتى واحده. قوامه فعلا خفيف قوي قوي قوي. بصوا القوام، قوامه لايت قوي وخفيف، بيدي جلو حلوه جدا جدا للبشره زي ما انتم شايفين كده. وكمان بيسيبها مترطبه وكمان بيحمي من الشمس. في اس بي اف اللي هو بلس 50، بيحمي من اشعه الشمس اليو في اي واليو في بي. بيديها جلو مش تزيته، مش زي مثلا دراكون او انفينيتي. بصوا ده بيدي جلو، انا كده بشرتي اتشربته، بصوا الجلو حلو قوي، مش بيزيت البشره خالص ولا بيعرقك ولا بيعمل لك اي حاجه. بالنسبه لي حلو جدا. وكمان جربته على الجسم يا جماعه حلو قوي. دي كانت اول علبه ومعايا العلبه الثانيه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. كان سعره بالظبط 200 وشويه، وممكن كمان تلاقوه ب 300 وشويه على حسب المكان اللي انتوا هتجيبوا منه. مناسب اكتر للبشره المختلطه والبشره الدهنيه. حلو قوي قوي. باخد منه بالظبط صباعين على وشي وعلى رقبتي، تحفه. البشره بتتشربه بسرعه، مش بيسيب اي وايت كاست. بيخلي البشره تحس ان هي جلو حلو قوي ولذيذ قوي، مش بيعرق البشره. فده بالنسبه لي من الحاجات اللي هي حلوه قوي وتستاهل ان هي اخر حاجه بقى معانا عشان حاسه الفيديو طويل قوي، واللي هو البلاشر او التنت بتاع شي جلام، اللي هو بيتل تولك تقريبا. الدرجه اللي هي بيتل تولك اللي هي الدرجه البينك الفاتحه خالص. انا يا رب بس الاقي في لون خفيف اهي منها، يعني اوريكم بس درجتها بتبقى عامله ازاي. دي بتبقى درجتها اهي. الناس اللي بتحب درجه البينك الفاتحه قوي هتحبها. سعره يا جماعه انا كنت جايباه ب 195 او ب 200 وشويه، كان في الرينج ده. حلوه جدا بصراحه، حلو قوي. مش بتلزق على الخدود كده، لا بيدمج بكل سهوله ولذيذ. بس غالي قوي، غالي قوي. وحاليا في حاجات بسعرها رخيص جدا واحلى بكتير وكتير وثباتها حلو جدا. فده بالنسبه لي انا مش هجيبه تاني. هي كانت رفاهيه كده، او اللي هو معاكي مثلا فلوس وعايزه تكافئي نفسك بحاجه، فممكن تروحي تجيبي حاجه اللي نفسك فيها. انا بصراحه كنت جايباه كرفاهيه، يعني كنت حاسه ان انا عايزه اجربه كده من باب الفضول. ولكن انا بصراحه ما رشحوش لاي حد لان هو بصراحه غالي وما يستاهلش الضجه اللي معموله عليها قوي دي. هي كان كدرجه حلوه ولذيذ جدا وحلو قوي مع الصيف، ولكن هو غالي قوي وفي حاجات ارخص منه بكتير. وبس كده حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. يبقى قولوا لي رايكم في الفيديو ده، من نوعيه الفيديوهات دي عجبكم ولا لا، ونعمل منها كذا بارت ولا لا. ولو مستنيين بارت 2 يبقى اكتبوا لي برده تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.